اول حاجه باش نبدا بها لهنا الفاح نتاع الخبز وفالي. حبيت نشاركه معكم الفاح نتاع الخبز. ناخذ كميه باهيه من السينوج، قرفه هذيك المرحيه، حبه حلاوه، وهذه المستكه، اي نوع مستكه، حلويات والا الصماغ العربي اللي عندكم، يصبر الخبز ويعطيه طراوه ويقعد معناها بالنهارين بالثلاث. شوش ورد هذاك، شوش الورد، وهذا البسباس الاخضر، بسباس ولا النافع، وهذاك الجلجلان، وباش نزيد عليهم 3 بركة عود قرنفل، كلهم بنة ومنفعة، وراو يعطيو نكهة سبيسيال. مش معناها كما تقول انت يا قرفة يا عود قرنفل شنو باش يطلع من نكهة الخبز، لا، ما يعطيش نكهة القرفة ولا عود قرنفل، يعطي نكهة سبيسيال نتاع خبز فاوحة على الاخر وبنينة. هذا يوفي انا توا من سنوات من اللي اكتشفته من خبز القيروان. حطيتهم الكل في الرحام تاع الفلفل الاكحل ورحيتهم وحطيتهم في حكايكه ويشدوني ما شاء الله باش يشدوني. توا نجيب باش نطيبوا العشاء نتاعنا. لهنا باش نحط اول حاجه الشوربه، وباش نحط معاها طاجين، باش نعمل طاجين بقلاوه وبطريقه معناها نتاعي انا الخاصه اللي نعملها سهله وسريعه. وباش نعملوا الشوربه، شوربه الفريك. الجمهور ديما ولا يطالب بشوربه الفريك. خذيت كعبه بصل، اشتر كعبه بصل، رحيتها مع الكرافس ولا الكلافز، وحطيتها مع فخاذ دجاج وشويه زيت هذيك للشوربه، وفوحتها ملح وباهي بخنقص لكم ساعه نرجع لكم لهذا اللي من هنا. هذا شنو اللي من هنا؟ هذا بتاع الطاجين. حطيت زوز فخاذ دجاج وملح، تبل وكرويه، فلفل اكحل وكركم وبصل وزيت، هكا. هذايا الفيح نتاع الطاجين، ساهل ما فيه حتى شيء. نخليه يدوب ما يتقلى شوي، ومن بعد نمرقه بالماء ونخليه يطيب في راحه من عقل. نرجع لهيك الشوربه باش نفوحها. حطيت لها مغرفتين صغار مش مليانين برشا طماطم معجونه، حطيت لها مغرفتين صغار فلفل احمر اللي هو فلفل الزينه، ونحط لها الملح بالطبيعه، وتابل وكرويه، مغرفه صغيره وشويه بزار ولا راس الحانوت يزيد يبنن على الاخر، ونمرق بالماء. ومن بعد نحط لها الثوم الرابيه، ومن بعد تو نمرقهم بالقدا ونخليهم يطيبوا في عقلهم، ونغطي عليهم يطيبوا حتى بالساعه ولا ساعه ونص في عقلهم زيد. مادام انا بحضرت توا المصلي، باش نعمل مصلي دجاج. خذيت البصل قصيته، حطيته هو القاعده من لوطه، الدجاجه مشوش تنظيفه من الكونجيلاتور، خليتها تنحط الثلج نتاعها وحطيتها طول. وباش نفوح فلفل زينه، كمون، تبل وكرويه، كليل، كركم، ملح، قرفه، راس الحانوت ولا البزار، وفلفل اكحل، وهذاك فلفل الزينه ما نعرفش قلت لكم ولا. باش نحط لهم الزيت، وكاين عندكم كليل اخضر يكون ابن وابن، انا عندي اما شتيت صب دخلت باش نخرج نجيب. ندهنها توا، ندهن الدجاجه بالقدا بهك اللفاح هذاك، ومن بعد اللي بقى منه نمرقه، نحط له في الماء ونخلطه مليح ونصبه على جنب نتاع القالب نتاعي، ولا ماذا بينا يكون في كوكوت هكا، بيريكس هكا كوكوت تتسكر، طيب الدجاجه تهبطها زبده. توا صبيتك الماء ذاك على جنب وخليتها طاب باش ندخلها الفور، خاطر ما عنديش بطاطا باش نعمل موصلي بالبطاطا. قلت خليها تطيب، نمشي نجيب البطاطا تطيب في خير لحظه. حطيتها على 200 درجه مده ساعه ونص. طب باش نجي نعمل الخبز اللي طالبوا به زاد الجمهور كل يوم. حطيت كاس وربع ماء دافي، باكو خميره، حطيت صحفه سميد وصحفه فارينه، وباش نحط مغرفتين صغار على الاخر راهو ملح روز خاطر هيمالايا عندي، وحطيت عسل ولا سكر ولا زيت، عسل ولا سكر ولا زيت عسل ولا سكر ولا سيغو داكار، وحطيت اللفاح مغرفه صغيره لفاح، وحطيت تقريب ربع ولا اقل من شويه من ربع كيس زيت، وخليتهم يتعجنوا ولا تعجنهم بيديك، وكان ناقص ماء زيت. توا تعديت ساعه ونص على الدجاجه نتاعي وطابت ما شاء الله. باش نزيدها توا كيف التركينه هذيك اللي قاعده تزيتها، باش نزيد البطاطا نخليها تطيب في الماء نتاعها، وما تاخذليش ربع ساعه، 20 مينوت 20 دقيقه طياب معناها ماكس، ونزيدها شويه ماء باش نعملها مرقه نغم البطاطا ونرجعها تطيب. ومن بعد هيك الخبز هذاك زاد كيف حطيته يتعجن وخليته في مسيو كويزين حتىش اللي خرجت جبت البطاطا وجيت لقيته ما شاء الله. شوفوا كيفاش خمر، معناها سويعه من زمان مش برشا ولا سويعه وربع. حاسيلو خذيتك الخبز، انا الكميه هذه نعمل فيها رمضان كامل تقريبا، تجيب لي 4 كعبات، او كان زودت شويه على الصحفه تجيوني كبار، كان نقصت شويه على الصحفه يجيوني صغار، المهم كان نعمل 4 كعبات.
هبطهم بالزيت، نلفهم بالزيت من الاول، ومن بعد نجي نكعبرهم ونحلهم بالزيت، نحطهم في الطبق، نخليهم يرتاحوا شويه، وبعد نجي ننزل عليهم كيما تراو هكا، ونخليهم يخمروا ربيع ساعه 20 دقيقه، نصيف ساعه، ونسخن لهم الفور على 240 درجه، ونرشهم بالكدا بالماء، ونطيبهم ندخلهم يطيبوا. اذا العجينه نتاعك تجيك مكبوسه تعطيك نكهه بنينه، واذا العجينه نتاعك تجيك مرخوفه تعطيك نكهه اخرى بنينه. على كيفكم. المهم توا باش نحضر الطماطم والفلفل متاع المصلي. نحن نقصوا هكاكا طماطم والا مدورين والفلفل، ومن بعد نفوحوهم بالملح والخل، والا ملح وقارص. اذا ما تحبش الخل، ما تحبش الخل والقارص، حط ملح يزي. حطيت رشيشة الملح ورشيت الخل، وخليتهم يتخللوا على بعضهم على رواحهم حتى طيب البطاطا، ونحطهم هما في الاخر. لهنا سمطت 3 كعبات عظم للطاجين متاع البقلاوه. العظم تحبوا ترابيوه ولا تقصوه كبير؟ انا الحقيقه كي نحب نطعم كي العظم وحده نحب نقصه كبير. كي نحب كل شيء مخلط مع بعضه ويكون استيتيكمون مزيان، نرحي الكل ولا نرابي الكل. وهيك التختوخ متاع الدجاج قر زيت وطاب على ماء كما يقولوا، خليته برد بالكدا، ومن بعد فتفتو، ومن بعد ما فتفتو هبط له هيك التختوخ نتاعو، حطيته فوق الدجاج والعظم. وباش نجي نحط اللوز. لا امل قالت لي ما نحبش ما اللوز، خاطر انا نحط اللوز مهروش. قلت لي ما نحبش اللوز مخها ما قبلش حاجه ملحه تقرمش فيها لوز. وليت حطيت لوز بودر، هذاك عندي 4 كيس، هاكا حطيت عليه 2 كيسين لوز ولا كيس 2 كيسين غرباء، وكيس جبن مالح، والباقي كيس 4 كيس، يعني هذاك هو اللي قست بيه جبن موتزاريلا. وحطيت 5 كعبات عظم. العظم قعدت نحط بشويه ونخلط ونشوف نستحق ولا. لهنا طاجين البقلاوه اذا باش تحطوا لوز راهو يشرب اللوز يشرب، دونك ردوا بالكم تحطوا طاجين شايح يجيكم بعد مفتفت ويغصص. عندي هوني البات بريزي، مشيت زاده شريت البات بريزي، ماشي في بالي عندي في فريجيدير خي طلعت بات فويتي مش بات بريزي. ابن بات بريزي هذيا ماغي وبيغ بور، مطعمها هكا بالزبده. ابن حتى من معني ملي نعملوها في الدار جيت كي مطعمها ابن برشا، تعجبني انا الحقيقه. شريتها في غلطه مره قعدت ديما نشري فيها، هي اللي نعمل بها طاجين البقلاوه. سينو يتعمل بوراق البقلاوه هو نورمالمون ما عندكش بات فويتي. حطيت الطبقه الاولانيه ونقبتها بالفرقيته باش ما تنفخش من اللوطه، وحطيت فيها الفارس وغطيتك الاربع اطراف، ومن بعد خديت رولو اخر قصيته كيما تراو كيك على مربع باش نسكر به الفوقاني، وقصيت الحراف معناها هكا عملت الرشمه نتاع البقلاوه اللي من بعد باش نقصها. توا كي قعد لي هذاك طرفة التختوخ اللي قعد حطيت عليه شويه حليب باش ما نخسرش عظمه، خاطر كي باش نحل العظمه ما عندي باش نحطها ومن بعد باش تفسد لي. وليت حطيت شويه حليب على التختوخ هذاك وبكلون هذاك ودهنت به البقلاوه. اسمع بقلاوه طاجين بقلاوه. هبطت المصلي باش ندخل في بلاصتو. توا الخبز صاي يخمر، ناخذك الفرقيته نعمل بيها الرشمات وندخلو لهنا. الخبز خليه يطيب على 240 درجه مده 15-17 دقيقه حاجه هكا. انا نسيت باش نحط الوقت، حاسيلو خرجته في اخر لحظه. البطاطا نزلت فيها بفرقيته خرجت طريه بالكدا، طابت بالكدا ما شاء الله. حطيت فوقها الطماطم والفلفل وباش نغطي عليها تهبه هكا شويه بكل باخ مادام طاب الخبز، ونرجعها من بعد في الاخر بكل الفور تعمل غلوه صغيره وهي والطاجين بقلاوه وصي طاب المصلي نتاعنا. ما ننساش ناخذ شويه من الصوص ونسقيو ديك الدجاجه باش تاخذ النكهه من فوق ومن اللوطه، يعني كيما من فوق كيما من اللوطه. وللسهريه قريب يوفى رمضان وما عملت لهمش البلوزه نحن نقولوا. خديت لهنا الكيسين اللي باش نكيل بيهم، عبيت كيس غير ربع هكاك حليب، يعني 2 كيسين غير ربع حليب، وحطيت عليهم غير فانشي كهو، ونخلط الساعه كل نشي نذوبها، ومن بعد نحط الفاكهه اللي نحب عليها مرحيه. انا عندي بخالينيه هوني بتاع الفستق والا البفريوه المرحيه باش نعمل الزوز نكهات. انا حطيت الفستق وكل نكهه
ترجع لكم نتوما الكميه اللي عندك تنجم تعملها 50 غرام 70 غرام 100 غرام، انت على كيفك تحب تحط، ما نفرضش عليك. وحطيت في الاخر بكل الماء ورد، ان تعجبني نكهه الفستق مع الماء ورد تتماشى مع بعضها، وحطيت لهم شويه فاني والحليوه كذوق على روحك، وخاصه كي يبدا براليني ورد بالك خاطر فيه السكر. وحطيت الكيسين نتاعي نتاع الفستق، وتوا باش نعمل البوفريوه. نعبي 2 كيسين غير ربع حليب كالعاده، مغرفه مليانه كبيره نشاء، مش مليانه مشوشه راما، ومش تكون المغارفه كبار خاطر فما مغرفه تبدا كبيره كبيره. وحطيت عليها البوفريوه. البوفريوه انا نبدا ريحتها من قبل، وديما عندي في الدبيبز هكا رحمه، وتحافظ على نكهتها خاطر قرر زيتها تبدا. وحطيت بعد ما طابت صايي خلطتها وطابت، حطيت لها سكر فاني. وما ننساوش ما نحطوش ماء ورد للبوفريوه، نحطوا عطرشيه اذا تحب. اذا تحب نكهه البوفريوه وحدها خلي بوفريوه، اما بالنسبه لي انا العطرشيه تعزز النكهه نتاع البوفريوه، والماء ورد يعزز النكهه نتاع الفستق. كاملوا طابوا، حطيتهم في الطبيق وزينتهم. اللي بالفستق حطيت عليها شويه فستق مرحي، واللي بالبوفريوه حطيت عليها بوفريوه مرحيه. وحضرت البوزه ولا البلوزه متاعنا سهله ماهله ما فيها حتى شيء. طوا باش نمشي نخرجك الخبز، شوفوا كيفاش خلطت عليه في الرمق الاخير. وبرغم ذلك نسيت باش نقول لكم اللي هو ديما فشفش الماء، حتى 3 مرات تقريبا نقعد مثلا هو يتنفخ وانا نعاود نحل الفور ونفشفش الماء بالكدا في الفور فوق وتحته من كل تركينه باش يقعد طري ويحافظ على الطراوه نتاعو، حتى كيف اغزر معني حتى كي طاب بالكدا قاعد طري على الاخر. شوفوا كيفاش ما شاء الله، هيك الماء يعمل لنا كالكخوت القشره البرانيه ويخليها كطري بالكدا. وصليت عملت خس وطماطم سوريز، فوحتهم خلوا ملح وزيت كالعاده، خلطت والشوربه طابت حطيتها في طبق الشوربه. اما اللي اختارت السيرفيس اليوم قالت لك عجبها السيرفيس الاصفر والاخضر، حطيت سليطه. عندي كفتاجي قاعد لي من البارح، وحطيت الغرنادين الجو كسيرو الغرنادين هذاك الشرب الاحمر نحنا نتاعنا هذاك الشرب نفس الشرب الاحمر نتاعنا، وعبيته بالماء. والطاجين بقلاوه احضر اما مع لذان، فهمت لذان نذن وانا خرجته دونك قصيته هكاك، ما لا نظمته لا زينته لا زوقته، دونك من المنتج للمستهلك. وجبنين والله جبنين ما شاء الله. انا بالنسبه لي انا ماذا بيا راني زدت هكا طيبته اكثر، نحب القاع نتاعو يتقرمش اكثر كيما الفوقاني كيما اللوطاني، بما انها البيريكس ما تقبلش الطيب بالكدا يحب لها. واحضر الطاجين واحضر العشاء متاعنا، وقت دجاجه ذوب ذوبين كما نقولوا، نودكم وما نشهيكم هكا. وهذا مواصفاتنا كانوا اليوم، ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم، وفي حلقه اخرى ووصفه اخرى ان شاء الله، وبسلامه.